شفت ماتش الاهلي امبارح؟ شفت اللي حصل مع مارسيل كولر؟ شفت ان هو كان بيتحدف بالازاز ازاي وهو طالع من الماتش؟ كل ده بسبب ان هو خسر ماتش، او كان اخر فترة ليه ما كانش مركز كويس وما كانش خالق لنفسه دوافع جديدة للنجاح. الراجل ده بعد ما حقق كل حاجة والناس كانت بتشيد بيه كويس جدا، بقت بتحدفه بالازاز وهو طالع من الماتش وبتقول عليه اوحش كلام وعمالين يقولوا له امشي احنا مش عايزينك. ده نفس الكلام اللي هيحصل معاك في شغلك لو انت ما خلقتش لنفسك دوافع جديدة تخليك قوي وتخليك على استمرارية على نفس النتائج اللي انت كنت بتقدمها. لان اصلا علاقتك بين صاحب الشغل والشغل، يعني بينك وبين بين الشغل، انا مش عايز منك غير النتيجة. انا مش معينك عشان سواد عيونك، هي وين وين سيتويشن. يا اما تجيب نتيجة يا اما تاخد بعضك وتمشي. الواقع ده بصراحة بيتعامل معانا، يعني أنا شفت كتير قبل كده في الحياة العملية اللي أنت مثلا بتكون محبوب وشاطر وبيتعامل معاك كل حاجة كويسة، وأول ما بتقع ممكن يصبروا عليك شهر واتنين وتلاتة، لكن بعد كده مش هيكون في صبر والمعاملة بتتغير تماما. فخلي بالك من نفسك واخلق لنفسك دوافع اللي أنت تكون عندك استمرارية في النجاح. لو مش قادر تعمل ده، حاول تشوف لك طريق تاني، يا اما تاخد بعضك وتمشي. خلي بالك من نفسك لان انت كده بتضر صحتك النفسية، لو سبت نفسك للعند واللي انت هتقدر تكمل وانت مش قادر اصلا. فكرة يا معلم، لما انت تكون ماشي من مكان لازم يبقى ليك بصمة فيه، مش شرط وانت ماشي، ممكن وانت قاعد كمان، لان اخر موقف ليك هو اللي بيبقى الناس فاكراه. اخر انطباع بيحصل معاك بينك وبين اي حد في الشغل هو الناس اللي بتفضل فاكراه وبتفضل عايشة عليه معاك، حتى لما بترجع تتعامل معاهم حد تاني، حتى لو كانت بدايتك وحشة، اخر انطباع ليك حتى لو كنت كويس في الاخر هو اللي بيدوم. فخلي بالك من نفسك وحافظ على استمراريتك عشان تقدر تنجح وتفضل الناس فاكراك، عشان اسمك هو اللي يكون اللي يوصلك للفرصة مش الفرصة اللي انت بتدور عليها. ما تنساش بقى تعمل لي لايك عشان يبقى عندي استمرارية اكمل. انا كمان على فكرة انا كمان بعمل لنفسي دوافع جديدة عشان اعمل لك فيديو كل يوم. واعمل لي شير لو انت عايز تفيد حد تاني بالكلام ده، لو حسيته مفيد يعني اعمل لي كومنت، هقراه وارد عليك. يلا سلام.